هلو فولورز، شلونكم؟ شخباركم؟ فيديو اليوم هو خلوا نطبخ وياي غدا سهل، لان توني جيت من الدوام تعبانة. فجمعت الخضروات اللي موجودة بالثلاجة، اللي هي فلفل اخضر وطماطة وباذنجان وبوتيتو وبصل همين. وحضرت الصوصات اللي احتاجها بهاي الطبخة. راح تسألون شنو هي الطبخة. هي الطبخة بصراحة يعني لا هي تبسي ولا هي صلصة، يعني هيك بيناتهن. وراح احمسهن، يعني هن كلهن سوا بنفس الجدر، يعني كل سهل. انتو بس تابعوا وياي وشوفوا شلون راح اسويها. عذرا على الاضاءة همين لان الكهرباء طافية فاضطريت هنا. أنا أول بداية قطعت البصل وحضرته، والبقية الخضروات راح أغسلها وأقشرها همين وأثرمها وأخليها بالجدر ينحمسن شي ورا شي. أول بداية راح أخلي البصل، بعدين الباذنجان والبوتيتو، وبعدين الفلفل الأخضر آخر شي هو الطماطة والصوص، بعدين أسوي أنا وياكم. ما ننسى همين تمن نقاته أول ما وصلت على مود يلحق ينقع شوية بين ما أحمس يعني الخضروات. هسه خليني أخلي البصل بالجدر لأن صار حار. بين ما البصل يستوي راح أقطع الخضروات. هسه بما انه البصل تقريبا بدا ينحمس، انا اريد هيك نص حمسه، باعه بدا يتشقر. حاليا شو اسوي؟ اضيف عليه البوتيتا اللي قطعتها على مود ينحمسن سوا. هسه مرة ثانية بين ما ينحمسن هذني اروح اقطع الباذنجان والفلفل. هم نسيت اقولكم اضيف تقريبا فص واحد او فصين ثوم، بس يعني ما اهرس. هذا الباذنجان قطعته والثوم همين حضرته، بس اخاف يصير اسود يعني يسمر، فراح اخليه بماي. هاي بنات جهزته. هسه كمل. قررت اطبخ التمن همين بما ان الماي صار حار. بنات اريد احكي عن موضوع. مثلا هسه انا الاكلة هاي طبختها مثل ما اهلي يحبون. مو شرط انتي هسه مثلا راح تحبينها وتطبخينها بس بعدين اهلك ما ياكلونها. مو معناتها انه انا طريقتي غلط او الاكلة مو هيش تنطبخ. لا، كل بيت لهم ستايل معين بالطبخ، يحبون ياكلون الاكل بهاي الطريقة اللي تعجبهم. فيعني الملاحظات بصراحة يعني اكو بيها ما لها داعي. فيعني هذا الحكي مجرد هيك حبيت اسولفه، لان كل بيت هو له ستايل الخاص بالطبخ. مثل ما انا احب اطبخ هاي الاكلة بهالطريقة، انتي الك عندها طريقة ثانية. فتمام بنات. هسه راح انشف الباذنجان واخليه على الخضروات اللي استوان. هسه خلي اراويكم. نشفناه، شوفوا هذا الاستواء اللي انا اريده ما شاء الله. هسه بنات جهزت هاي الخضروات الباقية، وهسه راح احضر الصلصة مالتها. راح استخدم هاي المكونات، من كل شي راح احط شوية. تمام. اخلي بهاي الطاسة وفوقها مي حار، وبعدين ادور عليه ورا ما احمس وياه الفلفل الاخضر والطماطم. بنات جهزت هاي الصلصة، بس اضيف عليها مي حار واخلطها، وراح اضيف همين ملح. اوكي بنات. الخضروات محمسة عدل. هسه جاي اضيف الفلفل الاخضر همين، احمسه شوية، وراها اضيف الصلصة اللي سويتها، وعلى الوجه اضيف الطماطم. هسه التمن ايضا في حالة سعيدة، ونصيت العين على انصى شي، سأخليه يتهدر. وهسه اضيف الصلصة. الصلصة راح تغطي الخضروات كلها، ورا ما شوية يعني ضد فور اضيف الطماطم. خبصتكم بالطماطم انا ادري. شغلت فلاش حتى تشوفون احسن. هاي الصلصة صارت تقريبا جاهزة. بعد راح اضيف الطماطة واخليها تظل تفور لحد ما يتجانسن المكونات. بنات هاي الصلصة شوفوها ما شاء الله، صارت مثل ما انا اريد. ثخينة، هي تصير هيك ثخينة يعني بعد ما ازيد مي. هي هاي كملت اطفي عليها النار. شوف التمن هم استوى. وهذا كان غدانا اليوم بنات. see you bye.